السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يلا قبل ما نبدأ كلامنا نصلي الله، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله النهاردة وصفة اليوم هنعمل همبرجر في البيت بلحم طبيعي وبلدي وحاجة كده من الاخر، وبشوية خضار هتزينيه وبشوية جبنة هتسيحيها وتاكليها. ما شاء الله، الله اكبر. كان احلى همبرجر اتعمل ما شاء الله. نخش على الوصفة بتاعتنا. معايا حوالي كيلو الا ربع لحمة، عليها نسبة دهون، معلقة توم باودر وبصل باودر وبابريكا مدخنة، ومعلقة صغيرة كده شطة حسب الرغبة، ومعلقة هريسة شطة على توم مهروسين ناعمين، ومرقاية كده حلوة، ورغيفين عيش كده مبلولين كويس، وبضاية. هنخلط المكونات دي كلها في بعضها حلو كده ما شاء الله. ما تنسيش معلقة الفلفل الأسمر وربع كوباية زيت كده عليهم. وهندمج المكونات دي كلها في بعضها في الكبة عشان تضمني انها مخلوطة كويس، وطحنيها كويس في الكبة بتاعتك عشان المكونات تندمج كويس. الهمبرجر بتاعنا لازم يكون لحمته ناعمة والمكونات مدموجة كويس ما شاء الله. بالطريقة دي كانت ريحتها جميلة جدا. بالمكبس بتاع الهمبرجر مش موجود، هيبقى بغطا من بتاع المربى. هنقطع اكياس من بتاعة التلاجة، واحد تحت وواحد فوق، واكبسي كويس هيطلع معاكي شكل الهمبرجر اللي بتشتريه من بره. هعمل معاكم واحدة كمان ما شاء الله. اكبسي كويس وفي صينية رصيهم كده واحدة جنب واحدة ما شاء الله. شوفوا الجمال، شوفوا ما شاء الله زي اللي بتشتريه من بره. هعمل معاكم كمان واحدة، وفي غطا المربى هتعملي نفس الكيسين برضك عشان تعرفي تشيليهم ما شاء الله. هكمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. ودي كانت الكمية بتاعتي ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، من كيلو الا ربع لحمة ما شاء الله. كان معايا حوالي يجي 16 واحدة ما شاء الله. طبعا لو غطا البرطمان هيعمل معاكي اكتر. هسيح مكعب زبدة كده على طاسة ما بتلزقش. انا هعملها على الجريل عشان تديني شكل برضك، تدينا شكل الهمبرجر بتاعنا. وهنزل اسويه. طبعا نسيت اقول لكم ان بيدخل التلاجة لازم يجمد شوية عشان تعرفي ان انت تشيليه وتعملي. لو حابة تعملي كده على طول هتعملي برضك، بس يستحسن ان هو يتحط في في الفريزر شوية ما شاء الله. كانت ريحته جميلة جدا. بالراحة كده وقلبي هياخد لون، هيشمع معاكي على طول ما شاء الله. مكعب الزبدة ده بيخليه يعني حاجة، انت ممكن تحطي زيت، بس مكعب الزبدة ده بيخليه له ريحة جميلة جدا، واحسن من اللي بتشتريه من بره. ولحمة مضمونة. قد انك تقلبيها يمين وشمال كده لغاية لما تستوي معاكي ما شاء الله. وكده قدرت اعمل لكم الهمبرجر في البيت. شوفوا اللي انتوا عايزينه واكتبوه لي في التعليقات وانا هعمله معاكم ان شاء الله بامكانيات بسيطة وموفرة ان شاء الله وعلى قد الايد. طبعا احنا عارفين احنا هنعمل ايه. طبعا عملت طبقة مايونيز على كاتشب على مستردة وقلبتهم مع بعض. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو فانا جهزته على طول. واي خضار عندك هتشكليه بالطريقة دي، ومخلي الخيار طبعا ده الاساسي مع الهمبرجر بتاعنا. اوعي تنسي تحطي اللايك وتشتركي في القناة ليوصلك كل جديد. ودي كان ما شاء الله، شوفوا الجمال والحلاوة. حاجة كده كانت من الاخر. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. واذكروا الله ما شاء الله. اللي لسه ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليوصلها كل جديد. شوفوا ما شاء الله، لحمة بلدي وحاجة كده من الاخر. والكايزر اللي عملناه في الفيديو
الكزر اللي عملناه في الفيديو اللي فات ده ما شاء الله عليه كان في الفريزر، خرجته حطيته في الميكروويف اتفك على طول ما شاء الله. كان وجبة جميلة جدا، وبألف هنا على قلبكم. يلا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.